بداية نبارك للقائد العظيم عبد الله أوجلان وشهداء المقاومة والحرية الذين دعوا لحرية المرأة انعقاد كونفرنس مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا. الارتباط مع شهداء عصر البطولة يكمن في إدراك حقيقة بطولة الشعب الذي يحارب. القيم التي يتخذها حزب العمال الكردستاني هي القيم التي تجعل الإنسان إنسانا، فما هو واضح الآن أن هذه القيم لم تكتسب بسهولة، فهل يجوز أن تأخذكم أنتم أم تأخذ الشهداء الذين جعلوا من أنفسهم رمادا من أجل الحياة كأساس؟ هنا يجب أن تكون منفتحين أكثر، فأنا سأمثل هؤلاء الرفاق الذين عاشوا الحياة برابط وثيق، والذين بدأوا مع حق قرار بشغف، والذين وصلت قيمهم إلى أعلى السماء مع زينب كناجي زيلان. فإذا أردتم أن تفهموا الجيش والحرب يجب أن تعرفوا ما تعنيه روابط هذه السلسلة، وبذلك ستجعلون أنفسكم حلقة من هذه السلسلة. فهذه هي الارتباطات بالشهداء ولا يوجد طريق آخر غير ذلك. عندما أطلقوا النار على شهيدنا الأول حقي قرار انهار العالم من حولي، فقال حينها الرفيق كمال بير الذين كان يمثل أيقونة الشجاعة والكداح والقوة: لنضرب البوليس التركي وإذا متنا فلنمت، حيث كان هذا هو الهدف المراد من هذا الاستسداد. فلو فعلنا ذلك لقلنا قاتلنا بشجاعة، ولكن انتهى الأمر، ففي الحقيقة فعلنا هذا على مر التاريخ ولم تبقى سوى سوري رابطة كار خبط الميساجنا مالباتي شيدان يدو صالان کنفرانس من دسترمی که دیروکی حساس تیلی درخسته. سالوگر سوی نمین یا فازه تباخی جبو تبایی کلان جوان و جنان روژه هبون و خبوینه. روژه آباکینا کسایتین آزاد جیانی که بزانست و برخدانی و تکوشریه. روژه پیخستنا چورسکین باوریا نتویه. روژه جنوی و دایکوینا گلان و جنانه. لسر ویهیمه دروژامه ایرو ده بده هزارم لهنگ و قهرمان زاروکین گلیمه بره اگی بریتام و زیلانا لهر دبر شیر جیانی که برومد و آزاد دادن مشاندن. بگیان نخه دستان دیروکی دنیلسینه و ویره به پیشنگی جنده یازدمین سالبگر شورش روژاوا لطبای گلیم بندست لدای باب و هفشین و زاروکین شهیدان و به تایبت جی میمار فکر و فلسفه آزادی جریبر آپور پیروز دکن. ام روژین چلو پنجمین سالبگر PKK و یازدمین سالبگر شورش روژاوا جیان دکن. لسر ریفینگی ام بسنده شخص ریوان ریخستینه حاکی کارر ساکنه جانسوس فرماندار. المجالس تفوق عدد الرجال، وكانت لجنة المرأة تحمل عبء العمل التنظيمي والإداري بدءا من الرئاسة المشتركة ووصولا إلى لجان الصلح، حيث تركز على حل مشاكل وأمور تتعلق بالمرأة ضمن العوائل، وخاصة الزوجات وأولاد الشهداء الذين يصبحون ضحية هذه المشاكل. ومن هذا المنطلق ارتئينا بأن نخرج من نطاق الرجال إلى مستوى المجالس لتستطيع النساء في العوائل أن تأخذ دورها وتأثيرها في أخذ القرارات التي تلائم الزوجات والأمهات والأولاد، وتثابر في تنظيم دورات فكرية ومسلكية للأمهات والزوجات على وجه الخصوص. ومؤخرا وعند انعقاد المؤتمر الأول العام على مستوى شمالي وشرقي سوريا تم الاعتراف رسميا بمجلس المرأة لعوائل الشهداء كمجلس رديف وموازي للمجلس العام ينظر إلى أمور النساء جميعا في عوائل الشهداء من جميع النواحي التنظيمية والتوعية الفكرية، كما ويتم عقد الاجتماعات الدورية لهم لمناقشة Azizim
مشافي الشعب، تفعيل المشاريع التنموية لتقوية الاقتصاد، فتح دورات اللغة الكردية لزوجات وأولاد الشهداء من المكون العربي، تحديد لجنة من الأطباء لمتابعة الأمور الصحية للعوائل، وضع نظام خاص بمعالجة أولاد أمهات زوجات وأباء الشهداء، بناء قرية نموذجية أو مدينة صغيرة لعوائل وزوجات الشهداء مع توفير كل متطلبات الحياة من مدارس، مشافي، ملاعب، قاعات محاضرات. استثمار الأراضي الزراعية بيوت بلاستيكية، متابعة